السلام عليكم ورحمة الله. أنا غادة ياسين من مصر، عاشقة الطعام الكوري. هنعمل النهاردة مع بعض كيمباب أو أعشاب البحر مع الرز. دي أعشاب من البحر بياخدوها ويجففوها، وبس في الكوري بيسموها كيم، في اليابان بيسموها نوري، لكن احنا هنعملها مع بعض النهاردة باسم كيمباب. أول حاجة هنحتاجها طبعا الرز بنعمل حوالي 3 كوبايات رز مع 5 كوبايات مية بس، ولا ملح ولا سكر ولا أي حاجة. هنحتاج صوابع الكابوريا، بتتباع في السوبر ماركت، متوفره جدا في السوبر ماركت. ده فجل مخلل على الطريقه الكوريه وهنعرف ازاي بيعملوه. هنحتاج شرايح طويله من الجزر، شرايح طويله من الخيار، ودي قطع لانشون رومي او فراخ او اي نوع اللي احنا بنحبه. هنحتاج بيض، فلفل اسود، ملح، سمسم وزيت سمسم وصويا صوص. هنعمل مع بعض اكتر من نوع، بس هنبدا دلوقتي بالنوع الاول اللي هو الكيمباب مع صوابع الكابوريا واللانشون. نبدا بالسمسم. اهم حاجه عشان كده حبيت اعمله قدامكم ان احنا نحمص السمسم طازه، ما يبقاش متحمص بقاله فتره. الافضل طبعا عشان يدي نكهه قويه جوه الرز. على ما السمسم يتحمص شويه هنعرف ازاي بنقطع الخيار، لان مهم قوي ان احنا ما نستعملش البذور بتاعته. عشان نشوف بنقطع الخيار وما نستعملش الاول، ممكن نستعمله بعد كده في سلطه او اي حاجه تاني وملهوش برضو. نقطع شرايح الخيار، اي بذور نتخلص منها. بيطلع معانا شرايح بالشكل ده، ما فيهاش بذور وما فيهاش اي حاجه، عشان البذور بتسيب ميه وده هيغير في التركيبه بتاعه الرز مع الخضار. تمام. زي ما احنا شايفين كده السمسم اتحمص وريحته طلعت جميله. نشيله بقى من الطاسه. انا اتعمدت ان انا احمصه عشان اوريكم ان انا بستعمله طازه، متحمص طازه على قد ما اقدر. في نفس الطاسه نحط شويه زيت، ناخد بقى شرايح الجزر، تقليبه خفيفه كده بس مع شويه ملح، بحيث ان احنا ندبل بس الجزر عشان ميبقاش ني واحنا بناكله مع الكيم. في نفس الوقت ممكن نستعمل الجزر بطريقه تانية، ودي نفس الطريقه اللي بنستعملها في تخليل الفجل الكوري. لو احنا ما لقيناهوش، احيانا بيبقى صعب ان احنا نلاقيه، بنعمل ايه بقى؟ نحط شويه ملح وشويه سكر، بعدين نجيب خل. ده خل رز، ممكن نستعمل اي خل ونحطه عليه، بس مش اكتر من كده. ممكن بقى ان احنا نعمل الجزر نفس الطريقه، وفي الحاله دي مش هنستعمل بقى الفجل اذا ما لقيناهوش. اذا لقينا الفجل خلاص، اذا برضو نفس الحكايه ممكن نعملها مع الفجل الابيض. نجيبه ونحط عليه ملح، نقطعه شرايح، نحط عليه ملح وخل. واللون الاصفر ده انا بصراحه بستعمل كركم عشان اديله اللون الاصفر، هم بيحطوا الوان. احنا شايفين ادبل بس الجزر، انا مش عايزاه يستوي قوي. خلاص كده دي اول مكون جاهز عندي. تاني حاجه ده لانشون شرايح. احنا قلنا لانشون، ده لانشون رومي، ممكن نستعمل فراخ، ممكن نستعمل لانشون لحمه واللي ما بيحبوش، بس المهم ان احنا نجيب نوع نضيف يعني نستعمله.
شايفين انا بس مجرد ان احنا ايه نخليها بس ايه تشم النار زي ما بيقولوا. يبقى احنا كده عندنا الجزر وعندنا اللانشون. نشيل بقى الطاسه دي نحط بقى حاجه كبيره فيها الزيت ونجيب البيض. ممكن اللي عاوز يحط الصفار لوحده والبياض لوحده هيدينا الوان اكتر في قلب دايره الكيمباب. نحط له شويه ملح، شويه فلفل اسود، ونقطه زيت سمسم بتدي طعم تاني خالص للبيض. نقطه كده بس زيت سمسم. كده بسم الله. هنوسعها كده عشان نقدر ان احنا نطلع منها شرايح طويله نحطها جوه الكيمباب. كده خلاص البيض عندنا استوى. نقطعها كده في النص تاني. مستني كده عشان يطلع عندي اطول شرايح ممكنه. بسم الله. كده بقت شرايح عندنا طويله. خلاص قربنا نخلص تجهيز الحاجه. ده صوابع الكابوريا، دي متوفره جدا في السوبر ماركت، في منها طويل بس الاغلبيه هنلاقي الصغير دون، عشان كده جبت الصغير عشان ايه نعرف ازاي هنتعامل مع الصغير لو ما لقيناش الطويل. كده بقى عندنا الجزر، عندنا اللانشون، وعندنا صوابع الكابوريا، البيض، الفجل، وادي الخيار. زي ما احنا شايفين هو نزل ميه كده بتاعته لما اتحط عليه الملح. هنجيب بقى الرز ونحط عليه السمسم المحمص، يعني حوالي معلقتين 3 سمسم، ونحط عليه ملح، معلقه صغيره ملح، ومعلقه ونص زيت سمسم، ونحط معلقه واحده صويا صوص. بتظبط طعم الملح في الرز. دي بقى بسم الله كده نقلبه. ريحة السمسم المحمص مع السمسم في الرز. الرز ده اساس للكيمباب الكوري، غير بقى الكيمباب او السوشي الياباني، بيبقى بدل زيت السمسم والسمسم والحاجات اللي احنا حطيناها بيحطوا خل ورز، وخل مع الرز وسكر.